بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الصينية الجميلة دي، وهي طريقة العزية الدمياط. زي ما انتم شايفين كده طالعة، شايفين جميلة ازاي؟ بتتقطع قطع جميلة. لونها حلو قوي وطعمها جميل، هيعجبكم ان شاء الله. شايفين انا قطعتها قدامكم اهي، ماسكة نفسها وطعمها والله تحفة تحفة، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. جربوها كده وقولوا رأيكم فيها ايه، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله، ويكون فيديو خفيف. نبدأ كده في الوصفة بتاعتنا. بسم الله. حطيت حلة على النار وفيها ده لتر لبن او كيلو لبن. هحط فيه دي عندي مكرونة، انا كنت سلقة مكرونة، وده فايضة عندي مكرونة مسلوقة، اي نوع من انواع المكرونة المتاحة عندك في البيت اهي. انا كنت سلقاها وفاض منها شوية، هعملهم في الوصفة بتاعت العزية دي. هسيبها كده لما تفك. كوبايه مكرونه، يعني عندي لتر لبن او كيلو لبن، هحط فيه بتاع كوبايه مكرونه مسلوقه. مكرونه سباكيتي مش مشكله، مكرونه ناعمه زي ما انتم شايفين كده، اي نوع من انواع المكرونه، لان هي اصلا مش هتبان في الوصفه بتاعتي. هحط السكر طبعا ده على حسب الرغبه، تحبوها مسكره زي ده سكر، قليله سكر، ده شيء في ايدكم انتم زي ما انتم عايزين. وصفة العزيزية دي يعني وصفة دمياطي، انا طبعا احنا من دمياط، قناة وصفات خفيفة دي انا من دمياط. ووصفة العزيزية دي وصفة دمياطي اصيلة، فحبيت اقول لكم ان شاء الله الطريقة كده والتركات بتاعتها المظبوطة، ان شاء الله تعملوها تعجبكم باذن الله. انا هقلب كده السكر لحد ما يدوب كويس، وهدوقه لو احتاج شوية سكر كمان ممكن ازود له شوية سكر، محتاجش خلاص. عشان ما اطولش عليك الفيديو، انا هطفي بقى، هستنى كده لما المكرونه بتاعتي تفك ويبتدي ان هي تاخد غلوه كده، وارجع. المكرونه بتاعتنا بدات تفك اهي، هضيف لها كيس فانيليا، فانيليا بودر، فانيليا سايبه زي ما انتوا حابين، المتاح عندكم حطوه. وهسيبها زي ما قلت لكم على نار هاديه كده او متوسطه لحد ما المكرونه بتاعتي دي تفك وتغلي غلوه كده، ونشوف هنعمل ايه تاني. شايفين المكرونه بتاعتنا فكت اهي خالص، وسبتها غلت غلوتين كده في اللبن. وهبتدي ان انا هعمل ايه بقى، انا ههرسها بالهاند بلندر، لما اخلي المكرونه دي كلها يعني تتخلط كويس او مع اللبن، ما يبقالهاش اثر في اللبن خالص. اللي ما عندوش هاند بلندر يسيبها لما تهدى بس شويه كده، ما تبقاش سخنه قوي كده عشان ما تاثرش على الخلاط او تبوظه او حاجه، ويخلطها في الخلاط. فانا عشان ما اطولش عليكم انا هخلطها بالهاند بلندر وهجيبها لكم تاني نكمل الطريقه مع بعض. خلطتها ازاي؟ خلطتها بالهاند بلندر خالص لحد ما عادش فيها اثر للمكرونه خالص. اللي حابب برضو ان هو يصفيها بالمصفى عشان يضمن ان مفيش فيها اي تكتلات او حاجه، يصفيها عادي. رجعتها تاني على النار اهو، وده عندي نشا مدوباها في نص كوبايه لبن، وهضيفها على العزيزيه بتاعتي وهقلب. اللي حابب في المرحله دي، اللي عنده كريمه خام، يحط لها معلقتين كريمه بودر، اللي حابب يحط قشطه يحط، زي ما انتوا عايزين، اي اضافات تحبوا تضيفوها للعزيزيه ضيفوها. لو وصلتوا معايا هنا لحد هنا في الفيديو، يا ريت تعملوا لايك وتفعلوا الجرس كده، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعاراتي، واكتبوا لي تعليق حلو كده. يا ريت اللي يتفرج على القناه لو سمحتوا يعني يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه، وما يخرجش غير لما يشترك، لان انا في ناس كتير قوي بتتفرج وعندي مشاهدات كتير قوي، بس ما فيش حد بيشترك في القناه. يا ريت كده بعد اذنكم اللي يتفرج على الفيديو ما يخرجش منه الا لما يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه، واكون شاكره لكم جميعا، علشان كده القناه بتاعتي تشتهر بيكم كده ان شاء الله. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه. هتاخد بالظبط كده غلوتين وهطفي عليها النار كده. خلاص هطفي النار، وهكون مجهزه عندي صينيه دهنها سمنه كويس قوي، وهصب فيها العزيزيه. الصينيه بتاعتي انا جهزتها وعندي سمنه هدهنها كويس قوي بالسمنه. الصينيه تكون كبيره علشان انا ما هي العزيزيه ما بتبقاش تخينه قوي، يعني السمك بتاعها ما بيبقاش سميك قوي، فهدهن كده صينيه كبيره ان كده نقدر الكميه بتاعتنا ونشوف الصينيه المناسبه ليها. دهنت كده كويس. هصب بقى العزيزيه في الصينيه
بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي بالنا طبعا بتبقى سخنة قوي علشان ما نتلسعش من الحلة او كده. عايزه اوريكم كده، هنزل كل الكميه كده. العزيه اهي والصينيه طلعت مظبوطه على قد الكميه بالظبط. احنا العزيه غير المكرونه اللي بلبن، احنا مش هندخلها الفرن دلوقتي، لازم نسيبها ساعتين او 3 ساعات لحد ما تبرد خالص خالص، والقشره اللي على الوش دي تجمد وتكون قشره كده، وبعد كده نبتدي ندخلها في الفرن ونحمرها. فانا هسيبها لما تبرد خالص، هحطها كده في حته هوا تكون برد، فيها هوا يعني علشان تبرد بسرعه. وهستنى لما قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم بتدخل شكلها ازاي. صينيه العزيه اهي بعد ما سبتها ساعتين لحد ما وشها جمد، شايفين جمدت خالص اهي، ومسكت نفسها وعملت الوش ده بتاعها اللي هو الجامد زي ما انتم شايفين. همسك الوش بتاعها ادهنه سمنه او زبده. هدهن الوش كله سمنه او زبده علشان تاخد اللون في الفرن، اللون الجميل بتاع العزيزيه اللي احنا عارفينه ده. هدهن الوش كله بالسمنة السايحة او الزبدة المتاح، بالراحة كده علشان ما بهدلش الوش بتاعها، بعمل بالراحة خالص. الوصفة دي جميلة اوي، هتعجبكم ان شاء الله، تجربوها كده وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو حابين اي وصفة اعملها لكم قولولي وانا هعملها لكم، حلوة او حادق. انا القناة بتاعتي قناة وصفات خفيفة، قناة متنوعة. العروسة الجديدة اللي هتتجوز لو دخلت عليها هتعرف كل وصفات حلوة حادق، تورتات جاتوها، كل حاجة هتلاقيها موجودة في القناة. يا ريت كده تشيروا الفيديوهات بتاعتي وتعملوا لايك للفيديوهات وتكتبوا لي تعليق حلو كده منكم و... ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله. انا الوقت وانا بدهن الوش ده شغلت ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، وهحطها في النص وهشغل الفرن من تحت لحد كده ما هلاقيها خدت لون كده من تحت. ابتدي لو لقيت الوش بتاعها احمر خلاص، ما لقيتوش احمر اشغل لها الشوايه من فوق لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. اخد الصينيه بتاعتي ادخلها الفرن وهتشوفوها بقى ان شاء الله. لما نخرجها من الفرن هنسيبها لما تهدى خالص، تبرد خالص، وهنحطها برضو في التلاجة يجي 4 ساعتين او 4 ساعات لحد ما تبرد خالص. وعلشان نعرف ان احنا نقطعها، هي اصلا العزية المفروض ان هي بتتاكل وهي باردة، ما بتتاكلش وهي سخنة. وبعد كده نطلعها من التلاجة نقطعها بقى القطع اللي احنا عايزينها، هتبقى مظبوطة ومتماسكة معانا وطعم وريحة وشكل ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هحط الصينية بتاعتي في الفرن واوريها لكم في الاخر شكلها ازاي.